انت خايفه انك تتمرني في الجيم علشان ما تزيديش عضل وتبقي شبه الرجاله، انك عشان تزيدي عضل زي الصوره اللي قدامك ده او الفيديو اللي قدامك ديت، ده مش طبيعي. لو فضلت تلعبي 10 سنين او 20 سنه او عمرك كله مش هتوصلي للكلام ده. طب ايه اللي بيحصل لو انا فضلت 10 سنين اتمرن حديد وظبطت الاكل بتاعي؟ بيبدا جسمك يوزع الدهون في اماكن مستحبه، يبدا كمان الدهون اللي في البطن والارداف جسمك بيتخلص منها، ويبدا شكلك يكون مشدود وجسمك يكون مشدود، وبيكون في عضل بسيط كده لكن عضل مستحب. طب ازاي الناس دي وصلت للشكل ده؟ اول حاجه ساعات بيكون شغلهم محتم عليهم كده ان هي انفلونسر او ان هي بودي بيلدينج، بتنافس في منافسات بطوله كمال الاجسام. زي ما عودتك كل حاجه لازم اديها لك باثباتات علميه. تحكم في الزياده العضليه هرمون الجي اتش وهرمون التستوستيرون. هرمون التستوستيرون ده بيكون افرازه في الجسم بالنسبه للراجل 1280 نانو جرام لكل ديس لتر، اما للمراه تعال نشوف كده 75 نانو جرام لكل ديس لتر. يعني الراجل اعلى من البنت بحوالي 6 من 10. تخيلي ان العلم بيأكد لك، وكمان التجارب العلميه زي اللي قدامك في الصوره او الناس اللي تابعت معايا شكلها كان بالشكل ده المستحب او توزيع دهون مستحبه في الجسم. احب اطمنك واقول لك انزلي التمرين ومش اي حاجه تصدقيها.